السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة النفاج. رمضان كريم عليكم والصوم وتفطروا على خير. من التجهيزات المهمة جدا لشهر رمضان الكريم في السودان هي عواسة الأبري أو الحلمر. الحلمر أو الأبري زي ما الناس بيسموه واحد من أهم وأشهر المشروبات الشعبية في السودان، وما في حاجة بترتبط بشهر رمضان زيه. أول ما يجي الشهر الكريم تلقى الحلمور حاضر في كل بيت في السودان وعلى كل مائدة إفطار، كأنه جزء من طقوس رمضان نفسها. الأبريق ما مجرد مشروب بل حاجة أكتر من كده. المشروب ده معمول من الذرة النابتة وغالبا بيكون من نوع الفتريتا اللي بتدي اللون الأحمر الجميل والطعم المميز. الذرة دي بتتزرع يعني تتنقع وتتبلى بالموية لحد ما تنبت، بعد ذاك تتجفف تطحن وتطبخ مع بهارات مختلفة وأعشاب مختلفة. بتمر بعملية تخمير تقليدية بتدي الحلمور نكهته الخاصة، ومن هنا جه اسمه لأنه بيجمع ما بين الطعم الحلو والطعم المر في نفس الوقت. حاجة نادرة ومختلفة عن أي مشروب تاني. تحضير الحلمور ذاته طقسي اجتماعي جميل. النسوان في السودان بيبدوا فيه قبل رمضان بشهور. الزورة بتتفرد على شوالة الخيش وتتبلى بالموية لحد ما الحلمور ده ينبت، وبعدها تتقصى وبعدها تتجفف وتطحن وتطبخ، بعد ذاك بعوز العجين في الصاج في مرحلة اسمها العواسة. تتشكل أقراص الآبرة وتتجفف وتتخزن لحد ما يجي الشهر الكريم. في الشهر الكريم الأقراص دي تتنقع في الموية وتتصفى ويتحلى المشروب بالسكر ويتشرب بارد في الإفطار. الحمر ما بس شراب، ده تراث سوداني كامل فيه رائحة البيوت القديمة ولمة النسوان وذكريات رمضان زمان وإحساس المشاركة والتعاون بين كل الناس. رغم تغير الزمن واختفاء كثير من العادات المختلفة، الحلمور لسه محافظ على مكانته ولسه يعتبر ملك المائدة الرمضانية في السودان. الحلمور هو مشروب بيروي العطش، لكن الأهم إنه بيروي الذاكرة والحنين وبيخلي رمضان في السودان إنه طعم مختلف وروح مختلفة وهوية بتتكرر في أي مكان. وبكده انتهت حلقتنا اليوم، ودمتم في أمان الله.